مستحيل 6 7 8 ملاعب فين دون لو ميم ايتا، سي با نورمال. واش راهو يندار باش كل هذه الملاعب هذا في وقت كلهم ملعب جاهز؟ انا الى حد الان ما فهمتش. هذاكم على حسب شوفها المتابع يا يشوف الملاعب هذو ولا محتار ما هو اجمل ملعب في الرباط. بن عمي الملعب هذا كان حفر امن ولا كان في حوايج كان حفرات ولا واحد يزيدوا يلعبوا ماتش بارسا تما ماشي غير تقدم قبل كوب دافريك ويلعبوا حيلعبوا فيه قبل كوب دافريك. ايادي مغربيه شركات مغربيه عمال هذوما ماشي سهله. تبين لك ستاد في لافي في وسط العاصمه وعلى بالكم لافي ولا كومبروم ومنا تبني يبدعوا تبني صراحه بالك روكور. في قضيه الملاعب البلد اللي ليس له لا الريع تاع البترول ولا ليس له لا الريع تاع البترول ولا الريع تاع الغاز، ها هو ما يحدث في الجار. تشوفوا هذا احدى الملاعب يعني الملاعب يعني التي تم انجازها في ظرف قياسي في المغرب. احنا 14 سنه الملاعب يعني استغرقت يعني 5 6 10 الى 14 سنه. هنا السؤال المطروح هنا علاش تحط نفسك اصلا في هذه المواقف؟ هنا تجي العقد تاعك تفتح يعني في وقت انه الناس مركزه على اهتماماتها، مركزه على مصالحها، مركزه على انها تعطي صوره لبلدها. هذا هو ملعب الرباط اللي راح يلعب فيه منتخبنا الوطني الجزائري. هذه الصوره تبين الملعب من الداخل يعني ارضيه الميدان المدرجات. منتخبنا الوطني راح يلعب في هذا الملعب. وزيد ثاني يديروا فيه مباراه بين نيجيريا والغابون. هذه الفوطو ثاني من برا هنا يبان قريب كامل مدرجات الارضيه. لا مليح الله يبارك. هذا هو الملعب اللي راح يلعب فيه منتخبنا الوطني الجزائري. بنتكلم على استعدادات لكاس الافريقيه الرتوش الاخيره. خلاص انت بتتكلم في شهر والبطوله في المغرب والكل بيستعد بقوه. وخد بالك كاس الافريقيه دلوقتي كمان بقت قويه جدا. فالبطوله هتبقى عرس كروي كبير في المغرب الحقيقه. يعني اولا المغرب بلد حلوه وبتستمتع فيها بالطبيعه وشعبها شعب راقي وشعب ودود ومحب للمصريين جدا. والكوره هناك المغرب بقى يعني حدث ولا حرج يعني الكوره. وبعدين هينظموا كاس عالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. خد بالك هينظموا كمان كاس عالم خلاص. انت شفت عاملين ايه نظام البطوله ايه؟ انك يعني تحب تاخد تاشيره تاخدها ازاي في اونلاين وتاخد البطوله كلها يعني؟ ايوه انت لازم تحجز تذكره، ما ينفعش تاخدها. انت تاخدها وتروح تسافر تتفسح وما تخشش ماتشات. انت بالذات يقول لك لا يا سابع تاع رسمي بمقابله نيجيريا والغابون. فريد معطاوي فين غادي نروح بيك؟ فريد معطاوي بهدلتنا وبهدلتوا صحافه. شوف صحافه زيكو كامل بكم هضرتوا على هذا الملعب مولاي الحسن المغرب ما جاهزش ومنا وكذا منا كل شيء بكم. سمعوا من كان يقول واش كان يقول قبل والملعب هو تفتحش مع اسمه. أنا أحدثك على 25